ما اسمح لكش انك تبتسم على شاشة القاهرة الإخبارية. سيد ليف، أنت تبتسم كل مرة أعود فيها لك وأنا أتحدث عن أطفال غزة وعن نساء غزة، وأتمنى منك ألا تفعل ذلك، لأنك بالتأكيد لن تكن تبتسم إذ كنت أتحدث عن يوم من الأيام السوداء والصعبة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في الوقت الذي يموت فيه الأطفال الأمريكيون. لا تأمرني بالتوقف. أنا هنا أرد على التساؤل الذي أنت قلته، وأرد عليه بتقرير من CNN التي جو بايدن الرئيس الأمريكي خرج وتحدث عن الأطفال الأمريكيين، الأطفال الإسرائيليين الذين تم ذبحهم بناء على تقرير من CNN، وتجاهل بعد ذلك التقرير الذي خرج عن CNN قائلا بأن الأنفاق تحت المستشفيات في قطاع غزة تم التلاعب بها قبل وبعد التصوير وقبل وبعد وصول الصحفيين. إذن الإدارة الأمريكية تنتقي التقارير الصحفية التي تريد أن تستند إليها، وحين أطلب منك عدم الابتسام أعلم أن هذا اسمه باللغة الإنجليزية sarcasm, but you cannot be sarcastic. لما تكون بتتكلم عن طفل عربي وفلسطيني بيباد وبيقتل هو وأمه وأبوه وبيعيش حياة صعبة، أطفالكم ما بتقدرش تعيش ربعها، ما اسمح لكش انك تبتسم على شاشة القاهرة الإخبارية إن حضرتك على شاشة قناة مصرية وقناة عربية.